السلام عليكم متابعين القناة، إن شاء الله تكونوا بخير. موقع جديد للمحمية بعد أكو تغييرات صارت وأكو أحداث صارت. ما كنت أنا أصور مقاطع بوقتها لأن شوي مشغول. اليوم رجعنا بمقطع جديد وراح نشرح لكم شنو اللي صار والأسباب. طبعا هنا صار تفقيس. هنا هاي فقست ما شاء الله 3 أو 4 العفو. واحد جديد تو انفقس ما شايف أنا حتى هسه ما أعرف شنو، بس حسب ما كنت أتوقع أو قلت لكم إنه أما هاجرمو دبل وردة أو بس كريست أو مثلا أسوأ الاحتمالات يطلع تافت تك وردات 2 ضعيفات. يعني هذا المتوقع، لأن الأم دماء هاجرمو والأب اللي يمها اللي هو ريمبو. أيضا هاي الأنثى بيضة 4 بيضات. ما أعرف من أرجع من الشغل قمت ألقى البيض بأرضية القفص. منو اللي جاي تدخل عليهن تشامر البيض ما أعرف. كذلك هاي الأنثى أيضا بيضة البيض هم ألقاه مشمر جوا أرضية القفص، وما أعرف منو اللي شمر البيض. اليوم الصبح يعني جبت الطيور أكل وجاي أنظف بالمحمية. من جيت لقيت أكو شجار. كان أكو هنا بيت تكاثر، بهذا البيت لقيت أكو شجار. من اللي جوا ما أعرف. فجيت لقيت هاي الباندد وجاي عارك بهاي اللي هي هنا. طلعتهم طبعا لزمتهم هم جاي يتعاركون، فطلعتهم. هاي خليتها بغرفة بحدها، وهاي الباندد اجت هنا لبين ما كملت القفص مال هاي. شلت البيت من هنا خليتها لهنا، رتبتها هيجي. خليت بي الباندد لزمت الفحل مالها خليتها وياها ماي واكل. عشان اباوع القي الباندد مبيضة هنا. العفو هاي الريمبو مبيضة هنا فوقها. خليتها هنا ما اعرف اذا هسه هي شامرتها باقي. هي فحلها خليتها هنا. هي دخلت هنا حاليا تنام عليها تعوف البيض. ما اعرف شنو السالفة. المهم هي خليتها هنا ونشوف شنو. ايضا هاي حاليا لزمت هذا البيت بعد ما بعدت عن هذا المكان للشجار، لان انا ما عندي يعني ما احتاج فايدوت، فهاي المسافات كافي. أمتي تبيض ولزمت البيت جاي تدخل للبياضة وننتظر إن شاء الله خير. هاي شكلها شايلة بيض الطير، شكلها شايلة بيض. وبعد فتها جهزت لها البيت هنا ومنتظرين. طبعا الوحيدة هي هاي ما بيضت، تأخرت بالبيض. وللعلم هي الطيرة قديمة عندي. العام أول طيور بيضت هي هاي. السنة شنو السبب ما أتذكر شنو السبب ما بيضت ما نعرف.